وحبيت اساله السؤال اللي بيجي في بالنا كلنا كمصريين واللي كلنا بنحلم بيه واللي طبعا مش هيحصل ابدا. الحقيقه رده في موضوع مصر كان دبلوماسي شويه، بحيث ان هو قال لي ان مصر كانت بتنافس على التاهل لكاس العالم لقطر 2022، ولكن هو ما قاليش ان مصر ما اتاهلتش، وقال لي ان الموضوع ده معتمد على قوه المنتخب وادائه واداء المنافسين، وقال لي ان هو بيتمنى النجاح والتوفيق لمصر. سالته تتوقع مستقبل الصين هيكون عامل ازاي اقتصاديا في خلال 5 سنين. سالته رد عليا رد جميل جدا، وقال لي ان الصين هي اكبر اقتصاد في العالم بعد الولايات المتحده، وان هي بتنمو بوتيره متسارعه جدا برغم جائحه كورونا، وانه متوقع في سنه 2028 ان هي تكون الاقتصاد رقم 1 في العالم كله وهتعدي الاقتصاد الامريكي، برغم انه كان متوقع ان الكلام ده المفروض يحصل بعد 5 سنين من التاريخ ده، يعني في سنه 2033 تقريبا. الحقيقه انا شايف ان رده جميل وموزون جدا برضه. سالته السؤال قبل الاخير وقلت له ايه احسن دوله ممكن اسافر اعيش فيها كمواطن مصري. طبعا رد عليا قال لي ان ده سؤال صعب وان هو ما يقدرش يقول اجابه معينه، لان الموضوع ده بيعتمد على عوامل كتيره زي اللغه والثقافه والمناخ والتكلفه والفرص والامن، وبشكل عام ممكن تستخدم مؤشرات زي مؤشر سهوله ممارسه التنميه البشريه او مؤشر السعاده العالمي او المؤشرات اللي بتستند لبيانات احصائيه بتغطي